السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في قناتكم رحلة نجم. لقد عاد دوري أبطال أوروبا، عاد السحر الأوروبي، وعادت الليالي التي تحبس فيها الأنفاس. شكرا للزميل الأخضر بالريش. سيداتي آنساتي سادتي أينما كنتم طابت أوقاتكم، مرحبا بكم. مساء الفل للناس الكل، ليلة من الليالي الكروية الأوروبية. أمس من موناكو سحبت قرعة مرحلة الدوري لموسم 25-26، وجاءت بمواجهات قوية وأرقام تاريخية. فلننطلق معا في رحلة عبر القارة العجوز لاكتشاف أبرزها. من فرنسا نبدأ مع حامل اللقب باريس سان جيرمان. في ملعبه سيواجه بايرن ميونخ، أتلانتا، توتنهام ونيوكاسل. أما خارج الديار فسيلاقي برشلونة، باير ليفركوزن، سبورتينغ لشبونة وأتلتيكو بيلباو. باريس يدخل الموسم بجدول ناري واختبار حقيقي منذ البداية. من باريس ننتقل إلى مدريد مع الملكي. في ملعبه يستقبل مان سيتي، يوفنتوس، مارسيليا وموناكو. وخارج أرضه يواجه ليفربول، بنفيكا، أولمبيكوس وكايرات الماتي. وللتاريخ ريال مدريد ومانشستر سيتي سيلتقيان للموسم الخامس على التوالي. في كاتالونيا برشلونة سيواجه على أرضه باريس سان جيرمان، أينتراخت فرانكفورت، أولمبيكوس وكوبنهاغن. وخارج أرضه أمام تشيلسي، كلوب بورغ، سلافيغا براغ ونيوكاسل. تذكير سريع: برشلونة وتشيلسي التقيا 17 مرة أوروبية، وهي المواجهة الأكثر تكرارا في تاريخ البلوغرانا. ومن إسبانيا إلى إنجلترا، حيث مان سيتي في ملعبه سيواجه بروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، نابولي وغالاتا ساراي. وخارج ملعبه ضد ريال مدريد، فياريال، بودو غليمت وموناكو، مواجهة صعبة لرفاق غوارديولا. ومن نفس المدينة تشيلسي يعود إلى البطولة بعد غياب عامين، في ملعبه أمام برشلونة، بنفيكا، أياكس وبافوس. وخارج ملعبه يواجه بايرن ميونخ، أتلانتا، نابولي وكاراباخ. إحصائية مهمة: تشيلسي فاز في 12 من آخر 13 مباراة أوروبية له. ومن لندن إلى ليفربول، الريدز سيستضيفون ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، أندي هوفن وكاراباخ. وخارج أرضهم ضد إنتر ميلان، أنتريخارت فرانكفورت، مارسيليا وغالاتا سراي. ولأول مرة في التاريخ يواجه ليفربول فريقا من أذربيجان، كاراباخ. ولا نغادر لندن قبل التوقف مع أرسنال. الغانرز في ملعبهم ضد بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، أولمبيكوس وكايرات الماتي. وخارج ملعبهم إنتر، كلوب بورغ، سلافيا براغ وأتلتيكو بيلباو. إحصائية: أرسنال واجه باير 14 مرة ولم يفوز في آخر 5 لقائه. من أنجلترا إلى إيطاليا، حيث يوفنتوس في ملعبه ضد بروسيا دورتموند، بنفيكا، سبورتينغ لشبونة وبافوس. وخارج أرضه يواجه مدريد، فياريال، بودو غليمت وموناكو. في ميلانو إنتر سيستضيف ليفربول، أرسنال، سلافيا براغ وكيرات الماتي. وخارج ملعبه ضد بروسيا دورتموند، أتلتيكو مدريد، أياكس وأونيون سان جيلواز. هكذا إذن من باريس إلى مدريد ومن لندن إلى ميلانو، قرعة استثنائية مليئة بالقوة والإثارة. الجولة الأولى ستنطلق يوم 16 من سبتمبر، وتنتهي مرحلة الدوري في 28 من يناير 2026. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم تحليلاتنا أولا بأول. والسؤال لكم: من تتوقعون أن يتوج باللقب لهذا الموسم؟